والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حمدا لك اللهم حمد الشاكرين، ونثني عليك ثناء الخاضعين المتذللين، ثناء الذي خضعت له الرقاب وذلت له القلوب وفاضت له الأعين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني في الله، أبائي الأكارم، أخواتي أمهاتي، شيوخي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في السلسلة التي نحن بصدد تدارسها وتذكير بعضنا البعض فيما يخص الإنسان في حياته الخالدة الأبدية التي تكون بعد الموت. وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قلة تذاكر الناس الموت وعلامات القيامة وأهوال يوم القيامة هي من العلامات الصغرى، الممهدة للعلامات الكبرى، وهو عدم ذكر هذه اللذات ألا وهو الموت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما تعرفنا على ما يحدث في القبر وما يحدث بعد موت الإنسان، وكيف تؤخذ نفس المؤمن وتكرم عند الله عز وجل عندما تمر على الملائكة، وكيف تهان نفس الكافر والمنافق حين يخرج أو تؤخذ وتنزع روحه من جسده، وما يحدث له حين يمر على الملائكة فيقولون من هذه النفس النتنة، من هذه النفس الخبيثة، فيجاب بأنها نفس الكافر والمنافق الذي كذب في الدنيا. بعد هذا كله قلنا على أن النفس تعاد أو الروح تعاد إلى الجسد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقوته، ولكن إخواني الأكارم يجب أن نعلم أمورا ونحن مقصرون فيها. هل تساءلنا يوما أن الرجلين اللتان نمشي بهما في الدنيا ونتنقل بهما أينما شئنا وحيثما كنا وأينما أردنا نتنقل بهاتين الرجلين؟ هل تساءلنا هل هاتان الرجلان ستحملاننا إن شاء الله تعالى إلى الجنة؟ إخواني الأكارم، القدمان اللتان لا تمشيان إلى المسجد والله لن تقوداك أبدا إلى الجنة. اليد التي تعمل المنكر كيف لها أن تدخل الجنة؟ إخواني الأكارم، أعظم الخسارة في الدنيا والآخرة أن تكون الجنة بعرض السماء والأرض ولا يكون لك فيها مكان. تخيل معي أخي الكريم أن الجنة عرضها السماوات والأرض كما أخبرنا الله عز وجل، ولكن لن يكون لك فيها مكان. والله إنها لأعظم الخسارة. إخواني الأكارم، اعلم أن القلب الفارغ الذي ليس فيه من حب الله شيء، وليس فيه من مخافته شيء، وليس فيه تعظيمه، وليس فيه من التعظيم والتوقير لله عز وجل شيء، هو قلب خليق، هو بيت خليق. كيف له من يقابله سبحانه وتعالى؟ وقد أخبرنا
كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستمور وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجبال تزخرفت وتطيرت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هلا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المسر على الذنوب يعود. إخواني الأكارم، إذا تكاملت عدة الموتى وأخرجهم الله سبحانه وتعالى وأعادهم إلى الحياة مرة أخرى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خاملين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله ثم لم يفجأ ثم تتفاجأ أيها العبد إلا بنداء المنادي ثم تتفاجأ بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل. نعم، سينادي المنادي ليدعوك لتعرض على الله سبحانه وتعالى وأنت بالذل والصراخ. فتخيل كيف وقوع صوت المنادي حين يناديك أيها العبد لتعرض على الله عز وجل وبذلك تفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى فيطير فؤادك وما تصبر من هذا الصوت الذي تنادى به وشاب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء فبينما أنت فزع للصوت فبينما أنت خائف أخي الكريم أختي الكريمة أيها الأب أيها الشيخ فبينما أنت خائف إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك فوترت مغبرا من قبرك عليك غبرات القبر وتبعاتها وإذا أنت قائم على قدميك بعد أن دعاك الله عز وجل بالمنادي من قبرك فأنت قائم على قدميك بحول الله وقوته شاخص ببصرك نحو النداء والله إنه لذعر لو علمت منه القليل لمت من الخوف الآن وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم فتخيل ثورتهم أخي الكريم فتخيل ذلك الرعب فتخيل هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك في زحمة مع الخلائق حفاة عراة صموت أجمعون بالذلة أنتم أذلاء نحن أذلاء يومئذ في ذلك المشهد فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي والخلائق مقبلون نحو الله عز وجل ونحن فيهم مقبلون نحو الصوت ساعون بالخشوع والذلة حتى إذا وفيت الموقف ازدحمت الأمم كلها ازدحمت جميع الأمم أمام الله عز وجل كلها من الإنس والجن حفاة عراة قد نزع الملك من ملوك الأرض قد نزع الملك من ملوك الأرض أجمعين ولزمتهم الذلة والصراخ فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في الدنيا ثم
منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلا. تأتي ليوم النشور لغير برية نابتها ولا خطيئة أصابتها لأنها وحوش. فتخيل إقبالها بذلها يوم القيامة إلى الله عز وجل، فذلك يوم العرض والنشور. وأقبلت السباع بعد ضراوتها، تأتي السباع إخوان المكارم. يقول العلوي يمثل العلماء بالسباع لأنها أوقات الحيوانات الآن. وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار. لمن هذا الانكسار؟ لله الواحد القهار. وأقبلت الشياطين بعد عتوبها وتغطرسها وجبروتها على عباد الله وتمردها خاشعة بالذل أمام الله عز وجل سبحانه فسبحان ذي الجلال والإكرام. بعد طول البلاء في الدنيا يتقدمون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلة ومسكنة أمام الله عز وجل. فما له من شفيع، فما للكافرين يومئذ من شفيع. إخواني الأكارم، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر. إن الشمس التي انكسفت منذ أيام سترونها أمامكم كيف يفعل الله بها يوم القيامة. وأظلمت الأرض بخمود سراجها وانقفاء نورها. فبينما أنكر الخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينيك تنظر إلى كل هذا المشهد. ترى كل هذه المشاهد بعينيك أخي الكريم. ثم انشقت بجلدها السماء. سبحان الله، السماء التي لا ترى فيها اعوجاجا ولا ترى فيها ثقبا ولا ترى فيها ميلا تنشق يوم القيامة وأنت ترى أخي الكريم. فيا هول صوت انشقاقها ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة. والملائكة قيام على أرجائها. نعم، الملائكة قيام على أرجائها وهي حافات. وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم، ترى الملائكة أخي الكريم. وترى الملائكة حافين من حول العرش. حافين من حولك كل الملائكة. ماذا يفعلون؟ أنت لا تقدر على شيء، لا تقدر على ذكر الله، لا تقدر على شيء، ولكن الملائكة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا تستطيع أن تفعل شيئا، أما الملائكة تستطيع. كل الملائكة حافين من حول العرش. فما ظنك بهول تنشق فيه السماء كلها بعظمها فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة. يذيب الله عز وجل السماء فتصبح كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الله عز وجل فكانت وردة كالدهان. هذه السماء التي تراها
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. هذا كله يوم القيامة تكون كالمهل وتكون الجبال التي تراها أمامك تكون كالعهن. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، يا عباد الله، والله إنه فزع ما أنتم قادرون عليه أبدا. نحن نتخيل فقط، نتخيل هذه المشاهد ولا نقدر عليها. فبينما ملائكة السماء الدنيا على حافة العرش إذ انحدروا محشورين إلى الأرض والحساب، محشورين إلى الله عز وجل. سبحان الله. فتخيل العهن المنفوش، قال العلماء على أنه مثل الصوف المنفوش. فقدماء العرب لا يعرفون كلمة الصوف بل يعرفون كلمة العهن، ولذلك ذكر في القرآن الكريم مخاطبا أصحاح اللغة العربية ومعجزه بأنه يتكلم أبلغ الكلام. وفيه كلمات أخرى لا يعرفها العرب مثل القسوة وهو الأسد، فرق من قسوة وهو الأسد لا يعرفها العرب على أنها أسد، ولذلك قال الله عز وجل فرق من قسوة. فمن إعجاز الله سبحانه وتعالى أنه خاطبهم بأبلغ الكلام لأنهم لن يبلغوا فهمه أبدا على مر الأزمان. ولذلك انقضى 15 قرنا عن نزول القرآن، فهل من أقحاح اللغة العربية من فسره كاملا؟ من أتى على تفسير القرآن الكريم كاملا لغة؟ والله لا يقدر، بل يجتهدون ويفعلون ولا يقدرون على هذا أبدا. إخواني الأكارم، حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر 10 سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوسين، ولا ظل لأحد في هذا المشهد، لا ظل لأحد إلا كما أخبرنا الله عز وجل، إلا الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأنتم تعرفون هؤلاء السبعة. فمن بين مستظل بظل العرش سبحانه وتعالى وبين منحرق بهذه الشمس قد سهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا فاختلفت الأقدام واقتطعت الأعناق من العطش. نعم، إنه عطش كبير، ليس بعطش الصيام ولا بعطش حر الصيف الذي عندنا، ولكنه عطش تقطع الأعناق من شدته. واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق كلها في أرض المحشر، ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان. وللأكارم نعرق بقدر أعمالنا في الدنيا. سبحان الله. ثم يسيل العرق على الأبدان ومن على الوجوه على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. فواحد بالشقاء والسعادة، وواحد بالشقاء والآخر بالسعادة. حتى إذا بلغ العرق
عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وفي رواية وقال مرة إن الكافر ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام. أنت قائم عند الله عز وجل والعرق يتصبب منك، فالله أعلم أين سيصير العرق منك. وعن عبد الله رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم حتى يقول: رب أرحني ولو إلى النار، رب أرحني ولو إلى النار، وأنت لا محالة أحدهم. فتخيل نفسك راجعة لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك منتظرون جميعا يوم الحساب، والناس جميعا منتظرون. فهل يفصل بهم إلى دار السعادة أم يفصل بهم إلى دار الجحيم والعياذ بالله؟ عن قتادة رضي الله عنه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون مقدار 300 عام. قال: سمعت الحسن يقول: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 50,000 سنة، قاموا لله 50,000 سنة، لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار أو انصرف بهم إلى النار. فيا خسارة هؤلاء، فيا خسارة هؤلاء. صلى الله عليه وسلم. إخواني الأكارم، والله إنها لمشاهد مرعبة حقا، والله إنها لمشاهد مرعبة حقا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن لنا أن نخشع لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق؟ قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين خلوا من قبل فطال عليهم أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه قسوة القلب إخواني الأحباب، والله إنها لقسوة القلب. نرى الكفار جميعا يحادون الله عز وجل، يحادون